اليوم راح نتكلم اوطون كارتيست. الناس اللي ما على بلاش، جو سوي كوميديان، انا ممثل مسرحي وتلفزيوني منذ اكثر من 35 سنه. عندي اعمال كبيره بزاف، نخدم بزاف في المسرح، وهذا من الناس اللي قاعدين تحكوا عليهم مسمى، وحتى بعض اللي يدافعوا على خساني نعرفهم، ونعرف النفاق اللي كاين في الدومين ارتستيك تاع او تري بيان فوزيتي ا لوتور، ومن بعد في الدور من هذاك يسلخوا كذابين منافقين. الارتيست انا بالنسبه لي الفنان تساوي مؤمن، لانه الارتيست نظيف يحب الخير، يحب ماشي منافق. المرتزقه هذوما هم اللي يجيو من الدراهم، اللي لوبجيكتيف تاعهم بعد الفن هو الدراهم والشهره، وبئس لوبجيكتيف. الفن مهنه نبيله، الفن موقف، الفن رجوله. باش تكون ارتيست لازم تكون راجل، لانك راح علاه نقولوا احنا الفن هو مرآة المجتمع. دونك انا المرآة تاعي خساني، واش قاعد تقول فيه مساني، هذا هو المجتمع. الفن يسوق لثقافة الشعوب، الى تاريخها، الى عراقتها، الى حضاراتها، هذا واش يسوق التاريخ. احنا ما وظفناش الفن. نرجع لبطاقة فنان يا جماعة اونتر بارونت. انا حتى ولات عندي 30 سنة في الدومان، وكلاو لي وجهي لي زارتيست صحابي بهدرتها وجامي احتجتها في حياتي، وقعدت قريب عام واش وهي مطيشه في مديريه الثقافه، حتى لو يعيطوا ارواح دير الكارطه تاعك هنا تطيش عندها، جامي احتجتها. ولو كان ندري ورقه هي اللي تحدد باللي راني ارتيست والله نقطعها وما نزيدش نخدم الفن كاع. احنا خدمنا مع عمالقه وشربنا هذه المهنه، تعلمنا اخلاقياتها. ماشي تعلمت قبل ما نتعلم مسرح، تعلمت اخلاقيات المسرح. يعني انت لما تكون طبيب وما تعلموش اخلاقيات المهنه راح تلقاه يتاجر لك بالاعضاء. لما تقري افوكا وما تعلموش اخلاقيات المهنه راح تلقاه قاعد يدي في الرشوه على الناس الى غير كذلك الفن. والفن راهو اخطر سلاح في هذا العصر، اخطر سلاح في هذا العصر هو الفن. وشفنا الدول العظمى واش دارت بالفن، واش مهدت، احتلوا دول بالفن، احتلوا دول بالفن. عمي احمد نطرح لك سؤال فقط قبل ما تكمل، باش نتاكد، لانه نورمالمون انا عندي المعلومه. ما عندكمش نقابه للممثلين في الجزائر؟ هنا ما كانش نقابه؟ لا باستاتي ما كانش، حتى كاينه نقابه داروها جماعه هكاك برك باش ياكلوا بها الخبز. ما كانش نقابه حقيقيه. وين هي سلطه الضبط عندنا في التلفزيون الوطني، في وزاره الثقافه؟ اين سلطه الضبط؟ كيفاه الحابل على النابل؟ ولا واحد كيما ريفكا يخرج يدافع على خساني وكانه سقلاب قاعد يدافع على المازدا. ومانيش حاب تسمى سيتي دوترو نون باش ما لا والله كيما من وقتها انت ارتيست. ريفكا هذا ما نعرفوش انا بعد اصلا ريفكا هذا واش هي. من وقتها انت واش درت، انت واش خدمت، جامي شفتك. الفن يسوق للاصاله. كاين واحد الحادثه وقعت صارت لي انا وحكيتها للجماعه. اون 2007 طلعنا عشيق عويشه والحراس مع المسرح الجهوي كاتب ياسين تيزي وزو. 2007 سيتي لو بروميير سبيكتاكل تاع كاتب ياسين، تاع مسرح كاتب ياسين تيزي وزو او طونك تياتر ريجيونال. كانت على راسه السيده الفاضله فوزيه ايت الحاج، من لي زونسيان، من الناس اللي قراو في الروس، يعني لي كادر تاع الصح تاع الفن. كاتب المسرحيه كان محمد شرشال. الملحن بيسك سيتي اون كوميدي ميوزيكال، الملحن تاع المسرحيه كان محمد بوليفه. شكون اللي وقف معايا سرسان شرف ليا، لعبت يما بيسك لعبت دور العشيق انا. مريم وفا وما ادراك ما مريم وفا الله يرحمها. كان معنا حميد قوري، عبد الكريم بيريبار، فايزه امان، ونخبه من الفنانين الكبار ومجموعه من الشباب. ومن بين الشباب هذوما ياسمين اللي نحييها ونتحيها، اللي قرات في المعهد ودا. ياسمين اللي لعبت ربيعه مع نبيل العسلي. نبيل العسلي ثاني من الشباب اللي ترباو معانا هم صغار في المهرجانات، اللي داروا انباز في التياتر. المسرحيه هذه عشيق عويشه الحراس الناس كامل تعرفها، سورتو الناس اللي يسمعوا شعبي. في اخر العشيق وعويشه ما يتلاقاوش مسرحيه كامله، ما يتلاقاو في اللافان في العرس تاعهم، عندهم يتبادلوا دور بليك ما بيناتهم. هو يقول لها عويشه وهي تقول له يا عيون عويشه. واش قالت له مدام فوزيه الحاج؟ مع انها فرانكوفونيه.
بصح متشربه العادات والتقاليد. قالت له نو، قالت له اونليف ما سا، نحي. قالت له ما عندناش في عاداتنا وتقاليدنا مراه تقول راجلها يا عيون عويشه وباباها واقف. والله تنحاول لي ريبليك هذوك مسرحيه كومبلي ما عنديش ريبليك مع عويشه، والله هي عندها هضره معايا. هاو الفن يسوق لك عاداتك، يسوق لك تقاليدك. اما هذا احنا شفناه وقتها طلعوا هذوما، طلعوا كراس قهوه الكوست وجورنال الكوست والسطح وما كان له كله دخلوا باغ اكزومبل نبداو نفسروا في السطح والحوايج عم احمد نعم. خليني نسالك عم احمد، خليني نسالك علاه الممثل يزيد فضلك، على الممثل اللي متكون وعنده الاكسبيريونس ودارس الجانب الاكاديمي، عنده النظري وعنده العملي والتطبيقي والموهوب بالفطره واللي عنده الادوات تاع التمثيل والفنان الشامل الممثل الشامل، راهو قاعد في الدار. انا اعطيتهم البارحه مثال بالصديقه والاخت نوال مسعودي، قلت لهم انا يحز فين نوال مسعودي سيتون غراند، نوال صديقتي وزميلتي من بكري. نوال مسعودي لانها بنت فاميليا وانسانه محترمه. نوال يعيطوا لها مؤخرا، ما عندهاش بالك واحد العام، عيطوا لها للامارات باش تحكم في مسابقه نتاع المسرح عربيه. السيده المحترمه والاخت نوال كانت في اللجنه تاع التحكيم. نوال ما عندهاش بلاصتها هنايا درك، كيما عمي احمد واحد بار اكزومبل يلعب في الريال ويقولوا لك ما عندوش بلاصتو في البطوله الوطنيه. فعلاها عمي احمد الناس اللي متكونه والناس اللي مخدومه والناس اللي عندها حقيقه الموهبه ومحترمه، جو بريسيز بيان، كي يخرجوا على برا يعرفوا يهضروا في الاطار الاكاديمي. يعني انا على بالي الاستاذه نوال كي تقصر مع ممثلين ومخرجين تفهمهم بالالمام تاعها بالمهنه تاعها. اي بار كونتر هادو كي يخرجوا والله لا يعرفوا لا الجانب النظري ولا الجانب العملي وحتى اللونغاج تاعهم تاع العرايه. تسمى كي تسمعوا يهضر مع لا بريس تتبهدل، تحط هكذا لا كابيش على راسك وتقول انا مانيش وليد بلاد هذا الانسان. علاها عمي احمد اسكو المنتجين ولاو يحوسوا على الجانب التجاري بحكم انه هذوك ناشطين في السوشيال ميديا عندهم مشاهدات، وانتم ربما الاكاديميين بعاد على السوشيال ميديا، فيقول لك اخويا نجيب الطيب كيما كي تجيب الدليفري تجيب ماكدونالدز وما تطيبش ما تتعبش. ونفس الشيء بالنسبه للاعلام الذي يقدمهم على اساس نجوم. اي بار كونتر نورمالمون نتوما اللي الاعلام يسوق لكم باش الناس تولي تعرفكم مليح، فهمتني؟ ويولي المنتج كي يجيبك في عام رمضاني ديجا تضمن له الجانب التسويقي. فنحب نسمع منك عمي احمد وزيد نروحوا للاخوان ومن بعد نزيد نرجع لك اذا كان راك متاح. تفضل. شوف النقطه هذه عده عوامل مشاركه فيها ونتحمل مسؤوليتها كامله. برومييرمون القاعده الشعبيه لقاوها تحب غير الضحك وتحب كذا، ولانه الجمهور الجزائري بصفه عامه ما عندوش تكوين مسرحي اكاديمي. حتى الاولاد الصغار هذوك عمال كيديروا غير في التهريج، يجي له مسرحيه تحبها يخدم له مسرحيه باللي نور نتاعها فيها قصه فيها كذا، يجيب له المهرم يشطح ويدير، كي يكبر يولي يتبع جماعه اللي تشطح واللي تهرج واللي تضحك فقط. ثانيا معظم الناس اللي حاكمين الدومان هذا علاه دخلوا للدومان هذا باش يبرر نفسه اكرمك الله الشراب حوايجك عارف. ثانيا هم ماهوش الارتقاء بالفن. اوكي. ثالثا هو لو كان يجيبني انا ارتيست حقيقي راح نحرجه، راح نشرط ليه حوايج، راح نختار عليه امور، راح نفرض عليه عقليه معينه، وراح نفرض عليه كاشي بيان سير. ما تاكلش شوك من تكلفوا عمي احمد وتقدر تكلفوا في الجانب الانتاجي. تقدر انت من لا فيزيون تاعك كونتونك ارتيست قال الديكور هذا ما يناسبش راهو ضعيف لازم تزيد تشري حوايج زيد تجيب حوايج فانت ما تساعدوش. صرات لي درك انا حتى مع المسرح الوطني صرات لي غير خدمت عمل واحد 2022 2023 طلعنا مسرحيه الزيتون شافوا العقليه كيفاه. انا من حقي انا ما ريكلاميش على دراهم، والله ما ريكلامي وين نبات، والله ما ريكلامي واش ناكل واش ما ناكلش، ريكلامي على الانتاج المنتوج بيسكو هذاك اللي راح يبقى حي ويبقى في السي في. العلاقات تبقى واش قدمت يبقى. انا الريكلامي على ظروف العرض، كيفاش تحطني الاز انا كممثل باش نبدع، باش كي نطلع سرسال نخدم خدمتي. ديرونجيهم دونك يعيطوا للناس هذوما اللي ما عنده حتى كما قلت انت مقاولين هذوما، خاصه باغ الناس اللي تدير اعمال مع التلفزيون. التلفزيون الوطني هو المنتج الفعلي، بصح كاين منتج منفذ هذا مقاول يدي مشروع من عند التلفزيون يخدمه كما جاء ويقيسه هو خالص.
المهم هو يحسب وخاصة الجانب تاع الربح تاعو، قال يعطوه فيه 60 مليار، نعم. هو كل ما نقص في التكلفه كل ما زاد في الهامش الربحي تاعو، هذا واش يهم. يعطيك الصحه. وزيد موش مسؤول على الانتاج، مش مسؤول باش يسوقوا. حنا لما تلقى وكانه عم احمد سو تريتون كيما كيتمد ان بروجي باغ اكزومبل سو تريتون باغ اكزومبل وزاره الاشغال العموميه تمد الكونسيدار، قال باغ اكزومبل لو عندك فيها 100 مليار وانت دبري راسك كيفاش تخدميه، فهمتي، تخرج فيه فايده 20 تخرج فيه 30 انت سي اكزاكتومون سا. انا مثلا انا طلعت مسلسل تاع فرسان الهوغار مع المخرج الاردني كمال لحام. واحد صاحبي لما تفرج والحمد لله كان لي شرف اني مثلت شخصيه الشيخ امود اللي تكلم عليها عمي تبون، وكنت من ابطال المسلسل قدام السواره ومع كبار يعني فنانين. تفرج المسلسل قال لي مسلسل فقير خلاص. قلت له صح، قلت له ما كانش مساعد مخرج، سكريبت ما كانش، باش يجيبونا ماكيار ولا ماكياج بروفيسيونال، جابوا لنا وحده تاع العراس جات دير كحول قلب عورت، ما يصرفش عليه، ما يصرفش. وهذا هو الاشكال. احنا شوف في الفن والمسرح لازم يولي مطلب شعبي، سينو ما تولعلوش الضرب.